البداية حصلت ازاي؟ أنا ما عشت طفولتي أبداً كصبي، كان عمري 13 سنة، فكان دايماً ميولي إنه باتجاه البنات أكتر. فأمشي على الطريق مثلاً قولي هالبنت حلوة، مثلاً هالشاب حلو، هي مثلاً لو بلبس هيك، عرفتي بحب إنه دايماً إنه زي البنات يعني. برافو عليكي. وأنا ماما كانت تخاف علي، يعني تخاف إنه أظهر من البيت، وبلس انا كنت احب حالي من انا وصغيره انه حس حالي انا من جوا انه انا مرة، انه ماني صبي ابدا. او كان عمري 13 سنه، وبلس كنت امشي على الطريق يعني حتى يقولوا لها لماما الله يخلي لك هالبنوت شو حلوه، قمت انا لا هيدا ابني صبي حرام، انا ازعل قديها انه هي تكون مبسوطه ماما انه عندها صبي، والعالم تقول لها الله يخلي لك هالبنت. هون بعد ما كنت عامله شيء انا انه كان بعده عمري 13 سنه يعني. وتعرفت على رفقه وهيك وبلشت اكبر انا. طيب مامتك كانت بتدلعك قوي؟ ايه قوي كتير. ايه فمن عمري 13 انا اكيد ما كنت عايشه هون، يعني كنت عايشه بدوله من دول الخليج، واهلي بعدهم هونيك طبعا. انه عادي، وماما كانت عطيتني كتير حريتي، ما وقفت بوجهي ابدا، كانت معي بهيدا الشيء. واكيد بتعرفي كل ام بتحز بقلبها انه بتضل تقول انه لا ابني مش مثل هالولاد وكذا، اكيد كل ام. ايام المراهقه حصل عندك اي بوادر او مريت بفتره المراهقه التغيرات اللي بتحصل في الجسم الانسان؟ لا. لما بتبقى في سن المراهقه لا، بحس حالي كل ما عم بكبر عم بحلو، عم ميل للفيميل اكثر من الميل. الحاجات اللي بتحصل للصبيان تحصل للبنات في سن المراهقه ما فيش؟ لا، حتى لدرجه جيت عم بجدد باسبوري بالسفاره انا كتبوا انثى وطالبه بشكل انه كان عمري 13 14 سنه عم جدد الباسبور، من الصوره تغلبطوا، قمت انا رجعت صححتها. اوكي، وبعدين بقى ازاي اخذت القرار انك انت عايز تتحول تبقى ست؟ اخذت القرار انه انا تركت بيت اهلي، استقليت، عشت لوحدي لانه صار في ظروف عائليه، اضطريت انه ابعد عن اهلي وارجع انا على لبنان. انا قلت انه بدي شق طريقي، انه انا انسانه خلص بعرف شو هي هويتي، بعرف شو هي شخصيتي، ليه بدي اتخبى ورا اصبعي وليه بدي خاف من العالم؟ بالنهايه انا عندي شخصيه. مزبوط ولا لا؟ ف جيت على لبنان، عشت لوحدي مثل ما انا، يعني في كذا حدا يشجعني، ليه ما بتعملي العمليه، ليه كذا، انت بيلبق لك، انت بتنجحي. وحطيتها براسي وعملتها. فين عملتها فين العمليه؟ عملتها بتايلاند. انتوا كلكم متحولين في تايلاند؟ ليه تايلاند؟ اشمعنى تايلاند؟ لانه صراحه بتايلاند الطب تطور من ناحيه العمليات. يعني هون وقت اللي بيعملوا العمليه بلبنان بعد يعني التكنيك ما وصل، ولا عشان مش بيسمحوا هنا؟ لا عادي. عادي هنا بيسمحوا؟ عادي. هلا في شي 3 4 معروفين بلبنان بيعملوا هالعمليه، وعندي رفقاتي كمان عاملين هالعمليه. اوكي، وبعدين قررت انه اروح على تايلاند وعملت العمليه، والحمد لله انا كثير مبسوطه. طب ومامتك واهلك كانوا موافقين؟ ايه اكيد، استشرت انا امي قبل كل شيء. انا لهلا كل خطوه بدي اخطيها بحياتي ما بخطيها قبل ما احكي ماما. طيب لما رحت بقى عشان تتحول من راجل لست، في حاجات بتتعمل بقى في اللي هو الصوت، في الصدر، في الليزر علشان الشعر اللي في الجسم، في حاجات كتير، في ارداف، في تشيكس. عملت ايه بصراحه؟ الله خلقني كسر القعده. لا انا عايزه لا اكيد شو بنضحك على بعض، اكيد عامله صدري وعملت العمليه اكيد من تحت. ليزر انا بتلاحظي من بشرتي انا ما بيطلع لي شعر اصلا. اوكي، من قبل يعني في امور كتير انه انا ظابطه معي، عرفتي انه انا ما كتير اشتغلت على حالي. أوكي. انا بس عملت صدري وعملت العمليه، واكيد عملت منخاري وتمت. لا، وفي ارداف؟ لا هيدا طبيعي. لا عن جد طبيعي، صدقيني وحياة ماما انا ما بكذب. انت بني ادم جديد، ست. انت سافرت راجل رجعت ست. انا ما اعتبرتها هيك، لانه من انا وصغيره كنت عايشه حياه انه انا ست. لو كان انه قبل ما اعمل العمليه، بس انا عايشه حياه ست من انا وصغيره. بس
بتفرق برضو أكيد. المعالم الانوثه كلها. اكيد طبعا، من بعد العمليه انه بيتغير وبتحسي في شيء غريب. يعني تخيلي مثلا انت من اول ما خلقتي وصار عمرك مثلا، هلا عمري تقريبا شي 25 26 سنه، انا عملتها من شي 3 سنين للعمليه. انه تخيلي 21 سنه انت انه يكون عندك عضو مثلا بس بدك تفوتي على التواليت، سوري يعني بهالعباره البشعه، اذا بدك تفوتي على التواليت او شيء، انه اكيد حيصير في عندك انه شيء تغير بقعدتك بكذا. انه اكيد انه اول شهر، بس انه هيدا الشيء انا كنت حبيته. لما رجعتي من تايلاند وبعد العمليه، هل في حاجه في الحياه الماديه بالنسبه لك اتغيرت؟ اكيد طبعا. يعني في مجال الشغل ايه التغير اللي حصل؟ بقى للاحسن ولا للاوحش؟ لا للاحسن اكيد. للاحسن اكيد. صار في عندي انه فتحت محل ثياب، قعدت عم بشتغل، عملت حياة لنفسي، استقلال. يعني كيف انه باوروبا في ديمقراط عندهم، كل انسان حر كيف بده يعيش، فانا عملت هيدا الشيء انه يعني ابتدت يبقى في ابواب استقرارية. تتفتح مزبوط. اكتر من الاول. اكزاكتلي. وابتدت الفلوس تكتر عن والعالم الاول. تحترمني كمان اكتر واكتر. بس ناقصني شغله واحده، انه خلص ورائي واتجوز. في حد في حياتك عايز يتجوزك؟ ايوه حقيقي؟ صح. الي 5 سنين معه. بتحبوا بعض؟ شخص هو ستريت، عرف علي على اساس انا كنت بنت، بيعرفني كنت بنت. رجعت صرحته انه انا شيميل، ما تقبل هيدا الشيء وانصدم. ايه بس معاملتي وكذا غير. ورحتي وعملتي العمليه ورجعتي له عامله العمليه؟ لا ضليت معه قبل العمليه، ورجع هو ضل انه حبني، انغرم فيني وقال لي لازم تعملي انت العمليه مشان نتجوز. لما حتتجوزوا انت ممكن تحملي؟ لا هذا الشيء اللي انا فهمته اياه. مفيش ولا ترانسكشوال تقدر تحمل؟ لا، يلي بيقول لك غير هيدا الشيء كذاب. طب انا عايزه اسالك سؤال ما تزعليش مني، طب هو الراجل يتجوز واحده ما تخلفش ليه ويتجوز واحده ترانسكشوال ليه؟ طب ما يروح ياخد واحده ستريت، ولا انتوا ليكوا سوق بجد؟ لا يعني هي مش يعني الحاجه اللي مش طبيعيه اللي عندك ليها طلب، عليها طلب، في رجاله بتحب كده. ما خسر الرجاله، هي كيف بتصير؟ ما قلت لك مثلا انا مثل انه فيك تقولي خطيب، يعني عرفتي انه تعرف علي كان فكرني بنت، بس بعدين انغرم فيني، حبني، خلص مش بايده، يعني انا صرت قلبه. لو هو ما بحب هالشي فغصب عنه حيحب هالشي، وانغرم فيني. في رجاله بيبقوا حابين الشيميل. هلا اصابعك العشره كلها مش مثل بعض. يعني في اكيد في. طيب هل قابلتي في عالم تتقبل، في عالم لا صراحه. هل قابلتي راجل عرف انك انتي كنتي راجل وجري منك؟ لا ما حصلش. طب ليه؟ لانه حلو. عندك ثقه؟ لا مش كبيره جدا، ثقه، بس لانه انا بعرف هيدا الشيء من انا وصغيره، يعني ما في شيء براسي، اذا بدي شخص بحطه براسي بجيبه.